يقدم لكم موقع دوار بلدنا النشرة المسائية من قلب القلعة البيضاء. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا بالتنسيق مع عبد الناصر محمد مدير الكرة منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة من المعسكر الحالي المقام في العاصمة الإدارية، على أن يعود اللاعبون لمواصلة المعسكر مساء غد. وكان الفريق قد اكتفى اليوم بخوض تدريبات قوية في صالة الجيمنازيوم بفندق الإقامة قبل الحصول على راحة. في تطور آخر، انضم أحمد رفاعي مدافع الزمالك إلى نادي غزل المحلة في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الزمالك وعدم قيده في القائمة الأولى للفريق. كما توصل الزمالك إلى اتفاق مبدئي مع تيدي أوكو جناح لوزين السويسري، والتفاوض جار حاليا بين الزمالك والنادي السويسري. تسجيل أوكو في قائمة الزمالك مرتبط بمغادرة التونسي أحمد الجفالي، لا يمكن قيد أوكو إلا بعد رحيل أحمد الجفالي من الفريق. وفي ذات الوقت أشارت مصادر دوار بلدنا في الزمالك إلى أن الأبيض حسم صفقة أحمد ربيع، حيث بلغ البنك الأهلي اللاعب بمغادرة معسكر فريقه المقام حاليا استعدادا لانتقاله إلى نادي الزمالك. وفي مفاجأة أخرى، انتهى كابوس الزملكاوية بشكل رسمي بعدما أعلن البنك الأهلي ضم مصطفى شلبي قادما من الزمالك.